هما ليه بيقولوا عن الطبق ده يا جماعة إنه الاختيار الأمثل للناس اللي بتحب الشياكة والطعامة والتوفير وكمان الراحة؟ طب ما تيجي نشوف بيتكون من إيه. معانا نص كيلو من صدور الدجاج المتقطعة مكعبات زي ما احنا شايفين، ومعلقة صغيرة من كل اللي هقولك عليه ده: ملح، بابريكا، معانا كمان كزبرة ناشفة، بصل بودر، توم بودر، فلفل أسمر، ومعانا كمان هتلاقي دلوقتي نص معلقة من الكبابة الصيني اللي هي البهار الحلو، بستغنى بيها عن جوزة الطيب علشان الأقاويل اللي اتقالت عليها. ومعانا شوية من زيت الزيتون، وهنقلب الكلام ده كله مع بعض ونغطيه بقى كده ونسيبه حوالي نص ساعة ساعة، زي ما ربنا يقدرك. كل ما تثبت أكتر بتاخد طعم أحلى من التوابل. في حلة على النار، هنحط معلقة سمنة واحدة، معلقة زيت واحدة، وننزل عليها ب 350 جرام من لسان العصفور، نحمره لغاية ما يوصل معانا للدرجة اللي هي الرايقة دي. وهقولك على شوية نصايح كده في آخر الفيديو هتسمعيها مني دلوقتي. وفي حلة بقى على النار هنحط معلقة سمنة برضو، معلقة زيت، وننزل بيها بقى على الفراخ اللي احنا كنا سايبينها تتبل وخدت وقتها دي. وانا اسفه نسيت اقولك ان انا حطيت كمان مع التتبيله معلقتين زبادي كبار بس ما ظهروش في التصوير. هنسيب الفراخ بقى تاخد وتدي مع نفسها كده، ونروح نجيب الخضروات بتاعتنا اللي هنضيفها عليها. دي عبارة عن فلفل ألوان أحمر وأخضر وأصفر، وكمان بصل أنا دايما بفرزنه وأخليه عندي كده للأوقات اللي بكون مستعجلة فيها. خلاص الفراخ نزلت المية بتاعتها وشربتها كمان وبقت تمام جدا كده. يلا هنحط عليها بقى الخضروات ونقلبها برضو تقليبة كويسة بالشكل ده. وتقدري تضيفي اي نوع من الخضروات انت بتفضليه كمان، مفيش مشكله خالص. هنغطيها بقى ونسيبها تاخد وتدي مع الخضار كده لغايه ما توصل معانا للمرحله دي. في الوقت ده هننزل عليها بلسان العصفور اللي احنا كنا محمرينه بقى وسايبينه على جنب كده لغايه ما جه وقته ودوره. بعد كده بعد التقليبه دي هننزل عليها بقى بميه مغليه تغطي يا دوب سطح لسان العصفور بحوالي بالظبط عقله صباع، ما تزوديش عن كده. تمام. وهقولك برضو ليه ما تزوديش المية عن المقدار اللي احنا قلنا عليه ده. مش عارفة ايه الأحمر ده، تقريبا من البابريكا، مش عارفة هي مضروبة ولا ايه. وهنا بعد شوية هنفتح بقى على الوصفة بتاعتنا علشان نشوفها ختمت بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. طيب، ألوان جميلة طبعا وشكل بصراحة مبهج. هنقلبها، هنلاقي كده لسه محتاجة تتشمع شوية برضو، يعني البخار اللي فيها ده الزيادة يطلع عشان يبدأ الشكل بقى الجميل اللي هو بتاع الحباية المفلفلة ده يظهر معانا. شايفين ما شاء الله، لا هي معجنة ولا هي ماسكة في بعضها كده ولا أي حاجة خالص. هنروح بقى نجيب طبق التقديم وننزل فيه بالأكلة الجميلة بتاعتنا اللي هي كبسة لسان العصفور بقطع الدجاج. اللي هي الأكلة السهلة السريعة اللذيذة اللي طعمها حلو جدا، وكمان موفرة واقتصادية، وزي ما انت شايفة يعني ما كلفتناش حاجات كتير أوي ولا حاجة. هنا بقى بعد ما غرفنا في الطبق كمان ضفنا لمسة حلوة كده اللي هي البطاطس مكعبات برضو متحمرة، بتدي طعم كمان لذيذ قوي وتزيد الوصفة كده طعامة وجمال. وبعدين نجرنش الطبق بقى بشوية خضرة كده، بقدونس، كزبرة، بتدي كمان قيمة غذائية وشكل حلو للطبق. وهنا بوريكي بقى اللي كان موجود في الحلة بعد ما برد شوية كمان بقى مفلفل أكتر. وهنا عشان كده بقولك ما تبقيش تزودي المية، عقد المية بتاعة الأكلة دي، يعني حطي المية شوية بشوية، لأنها طبعا زي ما انت شايفة فيها مادة دهنية، ولو زادت المية ممكن تعجن منك. وهنا بقولك إن شايفة كل حباية منفصلة عن التانية، دليل على إنها مفلفلة وحلوة جدا. كمان لسان العصفور لما تيجي تحمريه نزليه من على النار لونه هادي علشان خاطر بيبقى محتفظ بالحرارة وبيغمق حتى بعد ما تنزليه من على النار، فنزليه ولونه فاتح شوية. وهنا شايفة الأكلة فعلا لا حق تبقى يعني جميلة ومغذية وتفتح النفس. أتمنى تكون عجبتكم. مع السلامة.